بصوا يا حبايبي، نقع الفراخ اهي في البصل مدعوك قوي بميته، وفلفل احمر وبتاع ده، وتوابل في الشاوي، وفلفل اسود وبابريكا، واحطهم بقى في الشبكه اهي. انتوا تنقعوه مثلا، واستحسن يا ريت تنقعوها قبلها بيوم وتسيبوها في التلاجة تشرب منها. مية البصل مع التوابل، الطماطم بنحطهم هنا بقى في الشبكة اهي بالرسوم، ونحطهم على الفحم يشوا. بصوا يا حبايبي، القوطة اتسبكت اهي، هحط لها المكرونة. شايفين تشوي في الفحم، تبقى فراخ مشوية على الفحم جميلة، تبقى منقوعة من قبلها بكتير، تنقعوها وتسيبوها قبلها بيوم، او ما عايزين تعملوها في يوميها تنقعوها ساعتين 3 في منقوعة، وحطوها في التلاجة بعد كده تعملوها عشان تشرب من الخلطة بس. بصوا يا حبايبي، المكرونة اهي والصلصة اتعملت اهي يا حبايبي. حطيت الصلصة، طب حطها عليها، هتلاقوا الصلصة تتقلب عليها شوية كده، وبعدين خلاص ايه ننزلها وتاكلوا بقى بألف هنا والشفا. متنسوش يا حبايبي بقى اللايكات والاشتراكات والشير. بصوا يا حبايبي، استوت من تحت، قلبناها الناحية التانية اهي. اول ما تستوي اوريها لكم بقى. بصوا يا حبايبي، الفراخ المشوية اهي، شوف شكلها يفتح النفس، جميلة ازاي. مكرونة والمخلل وفجل وجرجير. اتفضلوا تعالوا كلوا بألف هنا والشفا يا حبايبي، فراخ مشوية جميلة اهي.